سلام البنات، اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعض حلوة جافة بزاف بسيطة وسهلة وسريعة، تجي محشية بالشوكولا وتجينا ايضا بزاف بنينة. في الريسيبيون راح نحط حبة بيض مع نص كاس سكر، حوالي 4 مغارف كبار، ورشة ملح. نضيف عليهم ملعقة صغيرة تاع فانيليا ونضرب الكل مع بعض بالمضرب الكهربائي حتى يتجانسوا. وبعد ما يتجانسوا نضيف عليهم نص كاس زبدة اللي تكون ذايبة وباردة. وعلى بالي حتقولوا لي نقدروا نعوضوها بالزيت النباتي، هنا من الأحسن انكم ديروا زبدة. ونواصل الخلط حتى يتجانس الكل مع بعض ونتحصلوا على هذا القوام ولا هذا الخليط اللي كأنه كريمة. من بعد حنجي هنايا ونضيف المكونات الجافة، 2 مغارف كبار ولا ملعقتين كبار تاع كاكاو بني، ونص كاس مايزينا أو نشاء الذرة، ونزيد نخلطهم مليح. وفي الأخير راح نضيف الفارينة، راح نضيفوها دائما بالتدريج مع ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نخلط في الأول هكذا بسباتيل ولا بملعقة خشبية، يعني حتى يشد روحه الخليط تاعي. وشوفوا كما راكم تلاحظوا هنايا الخليط تاعنا تحسوه انه مهوي لانه استعملنا هذاك المضرب الكهربائي، وطبعا صفيت كامل المواد الجافة. نضيف الفارينة حتى نتحصلوا على قوام اللي يكون طري، يعني كيما باتسابلي تكون طرية وما تلصقش في اليد. نخلي العجينه تاعي بجيه ونوجد شوكولا اللي راح نحشي بها. انا اليوم حنستعمل لافيدال غونوازيت، راح نقطعها الى قطع صغيره بهذا الشكل. نرجع العجينه تاعي راح نكورها بوزن يكون 30 غرام وتقدروا ايضا 25 غرام. راح نعملها على شكل كره بين راحه اليد هكذا، ومن بعد نبسطها في يدي بهذا الشكل ونحط القطعه تاع الشوكولا في الوسط. ونروح نغلق عليها جيدا، ومن بعد نحاول اني نكورها، نعاودو نكوروها مليح هكذا باش ما تتفتحش الحلوى تاعنا في الفرن. ونحطها في صينيه الفرن اللي تكون مرشوشه بالفارينه ولا تحطوا فيها ورق الطهي. بعد ما كملت شكلت كامل الحلوى تاعي رايحه ندخلها للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجه، ومده الطهي تاعها راح تدي معكم من 17 حتى ل 20 دقيقه. نخليها تبرد شويه، من بعد راح نجي نغبرها ولا نرش عليها سكر ناعم، كما ايضا اللي تحب تزيد الحلاوه ولا تقدروا ايضا تغلفوها بالشوكولا. وهكذا نكونوا كملنا الحلوى تاع نهار اليوم. راح نقطع معكم حبه باش تشوفوها. هذا هو شكل الحلوى تاعنا تاع نهار اليوم، بزاف سهله بزاف بسيطه بزاف بنينه. وبالنسبه للمقادير اللي سبق لي وذكرتها راح تعطيكم 16 حتى ل 18 حبه. اذا ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في فيديو لاحق، وسلام.